كلشي عارف انه اللي تندير ديك اللمسه مغربيه في كاع الحوايج اللي تنقاد تقريبا، واكثر حاجه تعجبني هو انه ندير واحد الميلونج ما بين الالوان، ولكن في هذه المره بغيت ندير اللورونج والثوب الاخر اللي فيه ديك اللمسه مغربيه يكون حتى هو بلورون. والحاجه الوحيده اللي خصني نركز عليها هو انه داك الثوب الاخر اللي غنزيد نكون عارف فين غنديرو باش يجي متناسق مع اللون اللي بحال. والصراحه هي اللي غتزيد واحد اللمسه اللي واعره في الجاكيت. داكشي باش بديت بالثوب اللي سامبل هو الاول حيت هو لا باز، عاد من بعد جبت هذاك الثوب اللي فيه ديك اللمسه مغربيه وحاولت انه نقطع منه كاع دوك لي زومبيسمون اللي بغيت. وحتى في الخدمه ديال الجاكيت صراحه تاخذ الوقت حيت خصك تخيط كل حاجه بوحدها، حيت غير في الواجهه ديال الجاكيت كاين جوج ديال التواب، وعاد ما نساوش الطبطين ديال الجاكيت اللي فيه خدمه بوحدها حتى هي. وقبل ما نوريكم الجاكيت كيفاش جات بغيت نقول لكم بلي راه ماشي غير في المغرب اللي تقدروا تاخذوها وانما في العالم كامل. ودابا هاد الجاكيت ديالنا كيفاش جات.